ينفعش تبقى بطولة كاس العالم خلاص كمان كام ساعة وما نزلش حلقة علشانها. في الحلقة دي هنتكلم على دور المجموعات وتوقعي للفرق اللي هتقدر توصل للدور الثاني، وكمان الفرق اللي هتقدر تنافس على البطولة. خلينا ندخل في الحلقة على طول ويلا بينا. كعادة كل بطولة عالم لازم الدولة المضيفة يبقى ليها مجموعة كده متأيفة فيها فرق من مستويات متقاربة. المجموعة الأولى اللي فيها قطر، موجود كمان معاها هولندا والإكوادور والسنغال. لو هنتكلم على الفريق المرشح إن هو يبقى أول مجموعة ويوصل للدور الثاني فمش هنلاقي غير المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي عمل مباريات ممتازة جدا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وقدر إن هو يتصدر مجموعته اللي كان فيها كل من بلجيكا وبولندا، وحقق 16 نقطة من أصل 18 نقطة. وبصراحة اللي يتابع المنتخب الهولندي في دوري الأمم الأوروبية يتأكد إن هو منتخب جيد جدا ومنتخب جماعي لأبعد درجة ممكنة. ولو هنيجي نبص على قوام المنتخب الهولندي المشارك في بطولة العالم فالكل تقريبا مجمع على إن خط الدفاع هو أقوى خطوط المنتخب الهولندي. وليه لأ، وهو في اتنين من أفضل المدافعين الموجودين في العالم دلوقتي، دي ليخت وفان داي. بالتأكيد في أسماء تانية كويسة زي دي فري لاعب الانتر، وبلند لاعب اياكس امستردام، واكي لاعب مانشستر سيتي. حتى الأظهرة اللي موجودة في المنتخب الهولندي أظهرة شابة وبتمتاز بالسرعة العالية جدا، أظهرة بتقدر تتقدم وتفتح الملعب بشكل كبير وتقوم بأدوار الأجنحة، ودي من أهم مميزات المنتخب الهولندي، وهو دور الأظهرة في العملية الهجومية وتحولهم في حالة امتلاك الكرة لأجنحة. ولو هنيجي نبص بقى على نص الملعب فمش هنلاقي اسم أفضل من ديونج. من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتيرة ديونج واحد من أفضل لعيبة نص الملعب في العالم حاليا، لعيب متحرك بشكل كبير جدا، بيقدر يقوم بدور بناء الهجمات سواء عن طريق ان هو يستلم الكرة ويبتدي يزيد بيها الخطوات لقدام، او عن طريق تمريراته القطرية والعمودية اللي بتوصل المهاجمين بشكل كبير قدام منطقة الجزاء مباشرة. بس بالمناسبة ديونج مش الاسم الوحيد اللي لازم نركز عليه في المنتخب الهولندي، وخاصة في نص الملعب. في جوهرة المنتخب الهولندي اللاعب اللي عنده 19 سنة تشافي سيمونز، اللاعب اللي كان بيلعب في برشلونة قبل ما ينتقل لباريس سان جيرمان واخيرا يروح لبي اس في اندهوفن في هولندا. لاعب ممتاز جدا، تقدر تصنفه ان هو لاعب بوكس تو بوكس، متحرك ونشيط وعنده مهارات فرديه عاليه جدا. ادواره الدفاعيه والهجوميه بيأديها بشكل اكثر من رائع. لعب 14 مباراه مع بي اس في، جاب 8 اهداف وصنع 3 اهداف. وبالتاكيد لو هنتكلم بقى على خط الهجوم فمش هنلاقي اسم افضل من كودي جاكبو، لاعب بي اس في اندهوفن. هو في الاصل لاعب جناح، لكن لما تيجي تشوف ارقامه مع بي اس في اندهوفن هتلاقيه ان هو وصل انه يبقى هداف الدوري الهولندي وافضل صانع العاب فيه كمان. لاعب مميز جدا، يملك الطول والقوه الجسمانيه والسرعه وعنده مهارات ممتازه. نقدر نشبهه كده بالياو اللاعب البرتغالي لاعب الميلان، واللي اتوقع له انه لو قدر يتالق في البطوله دي ممكن نلاقيه السنه الجايه في احد انديه الدوري الانجليزي. واكيد برضو مش هننسى اسماء زي ممفيس ديباي وبيرجوين ولوك ديونج اللي يعتبروا لاعبين مميزين وعندهم خبرات كبيره. لكن المعضله اللي موجوده عند المنتخب الهولندي ان البطوله دي تعتبر اول بطولة كاس عالم لتقريبا حوالي 90% او 95% من اللعيبة اللي موجودة في القوام الرئيسي للمنتخب. بالاضافة ان مفيش نجم او مفيش قائد موجود في المنتخب الهولندي زي كريستيانو رونالدو مثلا في البرتغال او ميسي، لاعب كده يقدر يلم الفريق حواليه. المنتخب الهولندي منتخب جيد جدا، منتخب بيعتمد على الجماعية بشكل كبير والتحرر في الثلث الاخير، بيكون فيه لا مركزية كبيرة جدا بين لاعبي الهجوم. تشكيلة دايما بتكون 5-2-3، طريقة مناسبة جدا لفريق عارف ان هو ما عندوش اسماء كبيره تقدر ان هي تقود الفريق وتظهر مهاراتها بشكل كبير، وفريق بيعتمد زي ما قلت على اللعب الجماعي. ونروح بعد كده للمنتخب اللي اتوقع ان هو يكون صاحب المركز الثاني في المجموعه دي، وهو منتخب السنغال. اتحسم الامر خلاص، والاخبار اللي لسه عارفها دلوقتي حالا وانا بصور الحلقه دي ان ساديو ماني مش هيكون للاسف موجود مع منتخب السنغال. بالتاكيد ضربه قويه جدا جدا لطموحات المنتخب السنغالي، واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي موجودين في العالم في مركزه، فغيابه بدون ادنى شك هيأثر على اداء المنتخب السنغالي. لكن مش معنى كده ان احنا ننسى وجود اسماء تانية في المنتخب السنغالي في منتهى الجودة، اذا كنا بنتكلم على مندي وكوليبالي لاعبي تشيلسي، وجانا جاييه لاعب ايفرتون، ومندي لاعب ليستر سيتي لاعب نصف الملعب، وغيرهم من الاسماء الكتيرة للاعبين موجودين في الدوريات الكبرى. فبرغم غياب ساديو ماني اعتقد ان القوام اللي موجود في المنتخب السنغالي يقدر ان هو يتفوق على الاكوادور وعلى منتخب قطر، اللي شايف ان عنده فرصة كبيرة ان هو يوصل للدور الثاني لو قدر يحقق نتيجة قوية جدا
قدام منتخب الاكوادور في افتتاح البطوله. فعلا المنتخب ده تقريبا كله من اللاعبين المجنسين، لكن هم حاولوا يجهزوا الفريق بشكل كبير ودخلوا في بطولات مختلفه السنين اللي فاتت علشان يضمن المنتخب القطري اكبر قدر من الاحتكاك مع المدارس الكرويه المختلفه ويكونوا جاهزين لبطوله العالم. وهقولها تاني، لو فعلا المنتخب القطري عنده فرصه ان هو يوصل للدور الثاني فده هيبان بعد مباراه الاكوادور. وبالنسبه للمنتخب الاكوادور يعني مفيش حاجه ممكن نقولها عليه، منتخب ابتدى التصفيات بشكل جيد ولكن بعد كده انخفض مستواه وانخفضت نتائجه وادائه بشكل كبير، ولكن حظه كان حلو ان هو يقدر يوصل في نهايه التصفيات لبطوله العالم. ولو هنقول كده الترتيب فعندنا هولندا في المركز الاول، السنغال في المركز الثاني، واتمنى ان قطر تقدر تاخد المركز ده، ولو ما خدتش المركز الثاني بالتاكيد هي هتكون ثالث المجموعه، وفي المركز الرابع والاخير الاكوادور.